السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات بلديه. القناه ديالي جديده وهذا اول فيديو ليا فيها. المهم جيت نشارك معكم التجربه ديالي الخاصه، الشخصيه اللي انايا عايشاها ومازال كنعيش معاها. هذا كاين بنات بزاف اللي عايشين هذا كيعانيو مساكن في الصمت وما عارفينش اش كيديروا. هي الكره في الوالده اولا الفيبروم. والمهم عندها بزاف ديال السماوات، كل واحد وكيفاش كيسميها. حتى حاجه ما سهله وحتى حاجه ما في نفس الوقت، حتى حاجه ما صعيبه. انايا هي كتاثر على الحالات النفسيه ديالنا واليوميه، ولكن وسط هذا الالم كامل اللي انا عايشاته، يعني الهضره ديال الطبيب، حنايا ما قلناش اللي ان الطبيب هو اللي اكتشفها، حنا ما قلناش بلي الطبيب يعني ماشي مزيان ولا ما يعطيش الدواء مزيان ولا، ولكن هذاك الشيء اللي كيقولوا الطبيب انا بعدا كنخاف بزاف، حيتاش قال لي خاصك تحيديها. وبزاف سولت قالوا لي لا حيدتيها غادي ترجع، ولا حيدتيها مره اخرى راه تقدر تحيدي حتى الوالده. المهم بزاف ديال السلبيات بزاف، واخا يقدر هادشي يكون بصح، ولا انا بالنسبه ليا يعني اثروا ليا بزاف في حياتي. المهم قلت علاش لا ما كندخلش نشوف هكايا الناس واش كيديروا، ونشوف ديك الوصفات ديال جدادنا اللي كيديروهم من قبل وهذا، ونجرب على الله. يعني ما نفقدوش الامل، ماشي الطبيب غادي يعني غادي يقول لنا داكشي كامل نديروه. ماشي قال لي غادي نحيد الوالده غادي نمشي مباشره نحيد الوالده، ولا الكره. انا اصلا قلت له واش الكره غادي يعني واش تنزل بشي دواء ولا؟ قال لي لا، هي راه ما تنزلش ما تطيحش، ماشي بحالها بحال الكيس كيطيح. اما هي لا، حيتاش هي اللحمه، كره ديال الدم كتكون على شكل اللحمه وتكون لاصقه في الوالده. راه يعني ما تذوبش وما تطيحش، ماشي ما تذوبش ما تطيحش، وما قاليش غادي تذوب. قال لي صافي، هي ريضت لي حتى العاده الشهريه ما بقاتش تجيني. داكشي اللي خلاني نمشي نشوف الطبيب. باش شفت يعني كنصحكم بلي اي وحده تعطلات عليها الدوره الشهريه تمشي مباشره لعند الطبيب تشوف، ما تخليش روحك. كان يجيني الحريق ديالها ولكن هي ما كتنزلش نهائيا، هي كما ندير في الاعشاب هكا وكل شيء، ولكن والو ما نزلتش. فاش مشيت وقال لي راه الكره هي اللي موقفاها، قال لي الكره وهذا والاكياس هما اللي كيوقفوا الدوره الشهريه ما يخليوهاش تنزل. المهم قال لي تبعي هاد الدواء، وإلا جاتلك هيموراجي روحي ديري العمليه. هادشي اللي قال لي وخلاني نطير وننزل. يعني صافي الخوف وهذا، المهم صافي ما بقيتش قادره نتحمل. صافي قلت علاش لا، كيما قلت لكم ندخل نشوف يعني الناس واش حاطين، نقرا عليها شويه. صافي فاش دخلت لقيت بزاف ديال الوصفات، واللي طار الانتباه ديالي هو لان انا قالوا لي ديري هذاك الخضر اللي كيشربوه، مشى لي. المهم تفكروا نقول لكم الدغموس. قالوا لي ديري الدغموس مع الحليب ولا مع الليمون، ولكن قالوا لي هذاك كيصلح غير الاكياس المائيه، ما كيصلحش للحمات هكا. صافي انايا مشيت للقطف مباشره، مشيت جبت القطف وبديتو. راه غير كملت الدواء ديال الطبيب، داك الدواء كان عندي فيه يمكن غير سيمانه، غير كملت داك الدواء صافي مشيت للاعشاب. ولا واش بان الوحيده هي هذا القطف هو اللي بديت به. كنحيد له هذا الاخر وكنطيبه، ولكن ماشي هو بوحدو، هو كندير معاه الريجيم ما ناكلش الدجاج. الا كان الدجاج البلدي ناكل غير الصدر، الا كان البيض البلدي ناكل واحد الحبه، الفرماج ممنوع. المهم الحليب والمشتقات ديالو كاملين ممنوعين. يعني هذاك الشيء اللي بسيط، كندير العصير بالكرفس وهذا والخيار والخيزو بلا سكر، قاطعه السكر، قاطعه الملحه في الخبز، ندير الملحه غير شويه هكا في الماكله. صافي هادشي اللي كندير. ناكل مطيشه بزاف. البيض السمان الا ما لقيتوش كاع البيض ديال هذا، يعني البيض البلدي يديروا بيض السمان راه نفس الشيء، عاد بيض السمان شويه مشهد. صافي هادشي اللي بقيت ندير. بقيت 15 يوم نتبع هذا الريجيم. القطف كنشرب كاس مع الصباح، كما قلت لكم القطف كنشرب كاس مع الصباح على الخوا. كنديرو نعمرو بحال اللويزه بحال اتاي، ما ندير فيه لا سكر لا والو.
كنشرب كاس مع الصباح، وما تخليوش يعني شاد باش العشيه تعاودوا لا غير هذا، ديروا غير قدر الكاس. في الليل من تكونوا غتنعسوا عاود تشربوا كاس، حتى هو كاس ديروه تخليوه يطلق واحد شويه وتصفيوه وتشربوه صافي. بقيت دايره مع هاد الاخر مع الريجيم مع هاد الشيء حتى المهم غير الصدفه بغيت انايا نمشي لحيتاش داك الحرق اللي كان عندي لتحت مشى عليا. الاخوات اللي عندهم الكره راهم عارفين، الاخوات اللي عندهم الكره راهم عارفين باللي الحرق كيكون في الوالده لتحت، ما نقدروش نتمشاو بحال الا شي حاجه تبغي تقل عليك بحال الا عندك الوالده طايحه. انا اساسا مشيت على حساب الحرق، فاش مشيت للطبيب قلت له راه عندي الوالده طايحه. فاش شافني وكل شيء قال لي راه ماشي الوالده اللي طايحه، راه هاد الكره هي اللي دايره هكاك. فاش حسيت فاش بقيت نشرب هاد القطف وندير ريجيم حسيت باللي هذاك الشيء نقص عندي، ما بقاش الحمد لله يا ربي. هذاك الشيء كامل اللي كان عندي نحس به نقص، وحتى الجناب ديالي تفشوا، كانوا عندي جناب منفوخين. المهم كانت عندي واحد الحاله في شكل ما كلشي منفوخ، انا كيسحب لي شي يقول لي الكلاوي شي كل واحد واش يقول لي، كانت مخلطه عليا. وحتى الهضره ديال الناس ما كتسمعوا لهاش، الا سمعتوا الهضره ديال الناس راه غتزيدوا تمرضوا. ما تسمعوا حتى لواحد، طبيب وخدمه يديكم صافي، ما تسمعوا حتى لواحد. يعني الا جربتوا شي حاجه هكا ولا شي واحد قال لكم شي حاجه جربوها، يعني حتى تدخلوا وتقراو عليها وهذا. وحنا ما قلناش بلي الطبيب يعني ما يعرفش ولا، ولكن في بعض الحالات راه الطبيب كيتصدم داك الشيء اللي كيشوف. انايا فاش مشيت لعند الطبيب وليت ما مشيتش عند هذاك اللي حيتاش قلت له واش عندي الرانديفو، قال لي لا ما كاينش وصافي. عطاني داك الدواء وصافي، قال لي المهم الا كان جاك شي حاجه ولا راه خاصك العمليه. صافي خرجت بتما، بقيت 15 يوم. ملي كملت الدواء ديال داك الطبيب بقيت 15 يوم، وانا عاد وليت عند واحد الطبيب اخر كنت بديت فيه هاد العشبه. صافي من وليت لعنده شافني قال لي، وريت له دوك الوراق ديال الطبيب الاول، قلت له يعني ها واش تا قال لي صافي. المهم دار لي الكاميرا وداك الشيء كامل، قال لي هذا الفيبروم راه ما عندكش فيه 6 سنتيم. قلت له لا 6 سنتيم، قال لي وراه ناقص 2 ديال السنتيم، وهذاك الشيء اللي فوق داك 6 سنتيم المهم ناقص 2 ديال السنتيم. قال لي راه عندك غير 4، يعني راه ما يمكنش، هو راه ما يدوبش. قلت له لا راه داب. قال لي واش كليتي شي دواء؟ قلت له الدواء ديال الطبيب الاول راني كليته وكملته، اما بالنسبه لهذا المنمور الدواء راني بديت الاعشاب. قال لي ما يمكنش، راه مستحيل، هذاك راه خاصو العمليه ويتحيد. كيفاش نقص انا ما عرفتش. قلت له انايا درت الريجيم، كاينين شي حوايج ما كناكلهمش، درت الريجيم وهذا الشيء راني كنشربو وهاك سميتو قال لي انا راه صدمتيني. قال لي هذا الشيء راه ما كينقص ما كيطيح، هو راه ما كيطيحش. المهم الحمد لله بتما اليوم ارتحيت حتى نفسيا ملي حسيت به. من اللي قال لي هو راه نقص، انايا بحال الا تحيد كامل واحد الراحه الحمد لله. وقلت علاش لا ما نشاركش حتى انا هذا الشيء اللي نفعني نشاركو مع البنات، وبلا ما تخافوا ما تتسبقوش للعمليه. راه ما يمكنش، انا راه عندي خاصني واحد شهر ونص عاد نرجع لعند الطبيب، وانا باقيه في هذا الشيء والحمد لله نحس بروحي مزيانه. وبغيت ما نجي يكمل الاخر الوقت ديالي باش نولي للطبيب، بغيت يكون صافي كمل ما بقاش. وان شاء الله البنات حتى نتوما جربوا الوصفات الطبيعيه، راهم ما يأذيوكش، غير جربيهم وجربوهم البنات كاملين والله يشافي الجميع ان شاء الله. سمحوا لي الا طولت عليكم، هذا اول فيديو، سمحوا لي شويه ديال مرتبكه شويه. المهم نتمنى ربي يشافي الجميع ان شاء الله. يلا بسلام عليكم البنات، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.